ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. عندنا تثبيت الأسنان للمرحلة الثانية. عندنا 4 بارتات. البارت الأول anterior للأبر، البارت الثاني anterior لللور، البارت الثالث posterior لللور، البارت الرابع واللي هو آخر شي يلا نرجع على البوستيرير مال الأبر. هسه حنبلش بالانتيرير. هاي ما نحتاجها هسه. نحتاج البليتة هسه حاليا. نجي الأسنان مال الانتيرير. أول شي أو أهم شي ننتبه عليه إنه البن لازم يطخ من الركب السن. البن لازم طاخ، يعني مو أنا ركب السن لهنا والبن هيج حيصير ما يطخ، يعني لهنا وأنا مركب السن هنا حيصير ما يصير، لازم البن طاخ لازم. نجي بس مجرد شنو، مجرد نسويها سوفت شوية، ما نشيل من عنده، بس نسوي شوية سوفت هيج شوية مو هواي. هيك مجرد بس هيك يصير. اجيب الابر اراهم ادفع شوية اضغط هيك هذا مطول. سويته سوفت بكيفي اعدل عليه. وها لازم فوق الرج، هيات السنة هذا تقريبا فوق الرج صار شوية نطيه انحناء هيك على مود يصير بيه labial inclination. شو راح نسوي هيك. هسه هذا ثبت شوية. هسه خلصنا من السنترال. طاخ بالبليتة، البن طاخ شوية اللي قدام هذا بليبيال انكلينيشن
شو راح اجي بس اثبته شوية انطيه حرارة. هي ثبت. خلصنا من اول سن. هسه حنجي نركب اللاترال. اللاترال انصى من السنترال بمليم واحد. شوي نسوي سوفت منه. انا مود اتحكم بيه براحتي. شوف على بليته هيك. هذا مو عدلناه هسه. شو راح نسوي؟ نصعده شوية هيك، نخلي اللاكرونة جوا هيك. اللاكرونة نخليها جوا ونرفع هيجي ونضغط شوية على مود اللاترال تصير مضبوط. نضغط بصبعنا على مود لا يطلع لي قدام. نعدله منه شوية. هسه ثبت اللاترال. نجي بس شوية. شوف اللاترال صار انصى من السنترال بمليم واحد. واذا ما هيك ما اشوف في اكو تعرجات فحاليا صحيح. ابو عليه من هاي همين بخط واحد، يعني ما واحد طالع هيك واحد نازل. حاليا ها هي. هسه نروح على الكناين. الكناين هو والسنترال اثنيناتهن طاخات بالبليته. اللاترال مطاق، فراح يصير اللاترال بيناتهن شوي انصى. هسه نجي على الكناين شوي نحمي. اما نفس الشي. بس اسوي سوفت، ما اشيل الوكس على مود بس اخليه يتحرك براحتي هيك. هذا مو صار سوفت. هي اجيب الكناين واخليه بس شوية قبل لا ادفع حله اخلي شوية بفر على مود. هي بعد ما يحتاج كل شي وادفع شوية، اضغط شوية يراد لفر هيك. هي نجرب على البليته. نضغط. هي لاترال قاعد فيك الكناين عفوا، ما يحتاج كل شي. هاي قبل حنثبته. ما يحتاج كل شي. تشوفه من ناية جايات بخط مستقيم، بس هاي من ناية يراد له دفعة شوية.
كناين شوية راد دفعة. هاي نجي نثبت بس شوي. شو اسوي له؟ هاي خلصنا من 3 اسنان. من عندنا طاخ هسه سنترال واللاترال والكناين. بس اللاترال شوية دا احس بيه يراد له دفعة اللي قدام شوية، احس بيه ميلان هيج ثبت. شوفوا هسه 3 صار بخط واحد. راح اثبت. شلون اثبت؟ بس هيجي. هاي خلصنا من 3 اسنان. الجزء الاول من تثبيت الاسنان خلص، اللي هو السنترال واللاترال والكناين. مال الانتيرير ابر هسه هذا بعد ما نحتاجه نشيل البليته، نجيب اللور. هاي هنا صار عندنا زيادة من يصير. هسه ايش راح نسوي؟ نجي همين نحمي هنايا. اهم شي عرج، لازم عرج. الملاحظات كليتن يمكم بالصورة حتطلع لكم. هسه ايش راح نسوي؟ همين نسوي سوفت، اللي هو الجهة المحاذية للميدلاين. بس شوية هيج، ما اشيل من عنده هيج، بس شوية اسوي سوفت. راح نجيب الاسنان مال لور ثواني. نجيب هاي الاسنان مال لور انتيرير. نجيب السن محاذاة شي يسموه الميد لاين، ولازم اثبتهن عالرج وادفع شوية، وانتبه على البن. ادفع دفعة واسوي هيج بعد الرادلة. هاي صار محاذاة. صار بمحاذاة شي يسموه الميد لاين. شو راح اسوي هسه؟ شوية راد لدفعة لي قدام. ومن هاي الشمع لازم اشيله شوية. هاي 2 مليم اوفر بايت اوفر جيت. اللاترا البين طاخ. سنترال بعد يراد له شوية اسوي محاذاة الميد لاين. شوية ادفعه هيجي.
بعد يراد له شوية هيج ادفع. مضبوط. ادفع شوية البن طخ. بعد شوية هذا هيج. راح اسوي اثبت البنطاخ. شو وقت اثبت البنطاخ؟ الاوفر بايت واوفر جيت 2 مليم هياته. اوفر بايت اوفر جيت. ايش راح اسوي؟ حثبت السنترال. هسه ايش راح نسوي؟ راح نثبت اللاترال. السنترال واللاترال اثنيناتن بنفس الارتفاع وبنفس واثنيناتن خط مستقيم. يعني اللاترال كان مال ابر شوية بيه انحناء من جهة الدستل، هنا لا اثنيناتن بخط مستقيم. اثنيناتن بنفس الطول. مال ابر كان شوية اقل من عنده بمليم، هنا لا شوية. نسوي سوفت. نجيب اللاترال خليه يتصفى عدل، خط مستقيم نفس الارتفاع. هاي خلصنا من ثاني سن، نفس الارتفاع واثنيناتهن اتجاه واحد. هاي خلصنا من سنين. ايش راح نسوي؟ شوية نزل هذا، شوية ارفعه، اعدل، ابغى عليه هيجي عدل، متأكد عدل. راح اثبت شوية رفعه وهي هاي ثبتنا. صار 5 اسنان. بقانا الكناين. الكناين ايش راح يسوي هنا؟ الكناين حتصير بيه فرة، والفرة مال الكناين لازم اول شي لازم يقعد عدل على الرج، على مود راح يصير اكو خط بينه وبين الريترو مولر باد، على مود وعلى ضوء راح نرتب البوستيرير كليته. فالكناين اذا ضبطناه ويا الريترو مولر باد بعدها هي الاسنان كليتن حين يصير مضبوطات. ايش راح نسوي؟ ها هي. وها الكناين بنفس مستوى الارتفاع مالته، بس شنو؟ بس مو وياهن. يعني ذني ها السنترال واللاترال والكناين كلهن بنفس الارتفاع، بس شنو اللي يختلف عن السنترال واللاترال؟ اللي راح يصير بشوية دوران عنهن، مو وياهن بخط مستقيم، لان احنا نريد ويا الريترو مولر باد. هيات الكناين ايش راح نسوي؟ نطيف فرة شوية يقعد على الرج، يقعد على الرج هيج، متأكدين انه هو قاعد. طي دفعة. هاي نجيب المسطرة بس دا اشوف انه هو جاي عدل وياه لو لا. شوية راد لفرة بعد. اوفر بوت اوفر جد. هسه تقريبا مضبوط نفس الارتفاع، بس نشوفه نفس الارتفاع لو لا.
شوية ننزل شوية، عبالك شوية على من عدهن. البنطاخ هذين ثلاثتين بنفس المستوى من هاي ثابتات على الارثرو مولر بعد حيصير الكناين. نجي نثبت. ايش راح نسوي هسه؟ هنجيب مسطرة وحنسوي خط بين الكناين والارثرو مولر بعد، هاي من هاي هيج يكون خط عدل. هذا اهم شي، هذا شغلنا كليته حيعتمد عليه. هيجي نجيب له خط. هذا الخط شنو؟ هذا الخط اللي هو حيقعد عليه البريمولر، الفيرست بريمولر والسكند والمولر والسكند مولر. هسه ايش راح نسوي؟ هذا باعتبار شغلنا اغلبيته خلص. خلصنا هسه 6 اسنان، راح نروح على البوستيرير اللي هو الجزء الثالث. البريمولر، الفيرست بريمولر والسكند بريمولر حيصيرن انصب من الكناين بمليم واحد. المليم هو ايش قد تقريبا؟ خلينا نتفق عليه من هسه. المليم المليم هالقد، شوفون يعني كلش بسيط. راح ناخذه نظريا، ما راح نستخدم مسطرة، شوية اقل من عنده هاي. خلينا نجيب الاسنان مال اللور. شلون نعرف ذن الاسنان مال اللور؟ اللور 6 بخمس كاسبات. الاول، هذا الاول، ثاني، ثالث، رابع، خامس، 5 كاسبات. الابر شنو يختلف؟ هذاك بي شلون تراينجولار، هيجي شكله تقريبا. هيك فيختلف. هنا 5 كاسبات. شو راح نسوي؟ نقعد نحمل شوية، نسوي سوفت، واحنا مثل ما اتفقنا حيقعد على هذا الخط. وشنو او اقل من عنده بمليم واحد عن الكناين. نجيب الفيرست بريمولر. شو راح نسوي؟ اول شي نقعد عدل، هاي صار اقل من عنده اوتوماتيكيا بمليم واحد. هاي قعدنا على الخط. هسه شنو مضبوط؟ الجروف النص هذا تشوفون هذا شلون الخط النهاية مال كناين جاي ويا الجروف مال البريمولر. هاي قعد ولا العب بيه بعد ولا شي، بس شوية يراد له اسوي كونتاكت اريا بينه وبين الكناين، ينحسر فراغ. ها هي نجي نثبت. متأكدين انه هو انصى من عنده شوية؟ اي انصى. نروح نثبت السكند بريمولر همين، نسوي سوفت شوية. سوفت، ما نشيل واكس، وكل احنا نمشي على هذا الخط. نجيب السكند بريمولر، ننزل، صار بنواجه شوية نعدله.
شوف الجروف مضبوط جاي ويا الخط. نسوي احنا ندفع شوية، لازم ندفع. شوي نشيل هذا الوكس على مود نشوف البوينت اريا مالتنا او الكونتاكت اريا عادي نفس الشي. هذا الجروف جاي هيك عدل، نفس الارتفاع، اقل من الكناين بمليم. حلنا صحيح، نجي نثبت. هسه نروح على الفيرست مولر. هاي حنخلص ما بقى شي. ايش راح نسوي؟ ثواني بالشغل يبين اوضح. نشيل واكس، نسوي شوية سوفت. ايش راح نسوي؟ عندنا ميزيال كاسب وديستال كاسب. الميزيال كاسب ويا البريمولارات نفس الارتفاع، بس شنو الديستال كاسب حيرتفع نص مليم عن الميزيال كاسب. يعني ثواني بس شوي هيك سويته سوفت، وراها راح اثبت الجروفات باوع. ايش راح اسوي؟ شوف تشوفون هذا مو نفس الارتفاع؟ اي هسه ذني اربعتين بنفس الارتفاع. شنو اقصد باربعتين؟ البريمولر فيرست، الفيرست بريمولر والسكند بريمولر والمولر. المولر ليش حسبته اثنين؟ لان بي شو يسموه كاسب ميزيال وكاسب ديستال. الكاسب الميزيال نفس الارتفاع، بس الكاسب الديستال شوية اعلى من الكاسب مال ميزيال بنص مليم. فايش راح اسوي؟ هيجي وارفعه، ارفعه شوية هيجي، اضغط عليه راح ارفعه مقدار نص مليم. هسه ارتفع تقريبا مقدار نص مليم، صار بنفس الارتفاع. اشوفه صار تقريبا ارتفاع نص مليم. اي ارتفع هيك. شوفوا اول شي الجروف جاي بخط واحد متفقين به، هياته الجروف جاي مستوى واحد. نمشي على هذا الخط. شنو اللي تغير عندنا هسه؟ هذني انصى من الكناين بمليم واحد. هذا هميا الجزء مال الميزيال كاسب نفس ارتفاع البريمولارات، بس هذا الديستال كاسب لا، هذا شوية اعلى من الميزيال كاسب بنص مليم. فشوية نزلته، هذا صار شوية اعلى. هاي خلصنا، حنيجي نثبت. هذا بقالنا اخر سن من المولار اللور. راح نيجي نحمي هنا. ايش راح يختلف؟ اللور 7 همين بكاسب ميزيال وكاسب ديستال. الكاسب الميزيال ويا ارتفاع الكاسب مال ديستال مال لور 6، والديستال راح يكون ويا ارتفاع الكناين. هسه نشوف يعني بس الكاسب مال كناين والكاسب الديستال مال لور 7 حيطخن بالمسطرة. وهذا ذني 3 شروط راح يحقق لي الكيرف اوف سبي. بس شوية نسوي سوفت شوية منه. هذا شغل هياته. ثبت با. اول شي الجروف نمشي على الخط مضبوط. ايش راح نسوي؟ شوية حنرفع الكاسب الديستال مال لور 7 على مود يصير ويا ارتفاع الكناين. شوية هذا نزلته، وهذا شوية ارفعه شوية.
هسه نجيب المسطرة ونتأكد من الكيرف اوف سبي. هذا الكناين باوع، هذا الكناين طاخ بالمسطرة. بعد شنو المطاخ؟ لازم شوية نعلي الكاسب الديستال مال لور 7. تشوفون هو شوية رادله بعد على مود يتحقق الكيرف اوف سبي، شوية رادله نرفعه. ايش راح نسوي؟ اول شي هذا شوية رادله نرفعه منه بعد، انا احس بيه شوية. بس هذا مضبوط، هذا نرفعه بعد. هسه نجي نشوف الكيرف اوف سبي. هسه باعوا الكناين طاخ، الكناين والديستال كاسب مال لور 7 طاخات بالمسطرة، هذني مطاخات. فشنو الكيرف اوف سبي مضبوط. هاي نجي نثبت. اول شي خلينا نتأكد من الجروفات، ما تأكدنا هاي الجروف جايات بشكل مضبوط. خلصنا اللور وهاي خلصنا اصعب شي، شو راح نسوي هسه؟ نجي نرتب الابر. كلش سهل، خلصنا الملاحظات بالابر. كل شي ما عندنا ملاحظات، بس راح نصفطهن لازم راح يصير بيهن انتركاسبيشن. يعني شنو انتركاسبيشن؟ يعني الكاسبات ذني مال الابر حيطخن بالجروف، حيلاصقن الجروف، وها هي بس. كل شي ما نسواه هي خلصنا. هذا كل تثبيت الاسنان. نجي شوية نحمي منه. ديروا بالكم على كيفكم، بس شوي نسوي سوفت. هنجيب الفيرس بريمولر. نشوف طاخ لا، نضغط قاعد الى والحالة قاعد، ولا يحتاج لكل شي. مجرد ايش راح اسوي من ورا ما قعدته؟ اجي ثبته. ها هي هيك بهالبساطة. ها هي خلاص. نجي على السكند بريمولر. نسوي سوفت شوية. نجي شلون هسه تشوفون هيك عاوج. راح نسوي نضغط وتقعد باصبعك، نضغط وتقعد باصبعك. ها هي مجرد طخ البن. هذا صار بي انتركاسبيشن. تشوفه شلون راح تتأكد؟ هيك تسوي باصبعك. ماكو طسات. من ماكو طسات هاي وطاخ ذن والبن طاخ. هي بعد ثبت قبل. خلصنا من عنده. نروح على المولرات.
يعني تخيلوا هذا الفاينل عليه 20 درجة بهالسهولة. حرامات نضيع درجة واحدة والله العظيم من هاي 20 درجة. نيجي نسوي سوفت، شوي ناخذ لين الابر 7 شوي كبير، نيجي نثبته هيج. احراهم باعوا البن ما طاخ. ايش راح اسوي؟ اضغط حيل، من ضغطت طلع لي قدام المولر وهو باقي الاسنان حدفعه، بس ادفعه يعني احنا سويناه سوفت فسهل التحكم. شوف باع الكاسبات الانتر كاسبيشن. شوف هذا الكاسب الميزيال كاسب مال 7 قبل مال 6 عفوا قبل طخي هناي بدون اي تعب. اشوفه هيجي ما بي اي تعرجات. هاي اول نقطة صحيحة. البين طاخ، الكاسبات طاخة، اثبت قبل. هاي خلصنا، بقالنا سن واحد. نيجي هاي سويناه سوفت. ناخذ الأبر 7 نزق هنا. البن مطاخ، ندفع شوية طلع السين اللي قدام، ندفعه بصبعنا صار بي انتر كاسبيشن. شوي ندفع بعد جوا من هاي ماكو تعرجات. بين طاخ، طاقات الكاسبات اثبت. وهاي تشوفون انتر كاسبيشن. البين طاخ، هذني الاسنان كليتهن. هاي عليه 20 درجة بالفاينل. ايش راح نسوي؟ راح يبقى لنا الكارفينج. اول شي بس خلينا ننظف الاسنان. من هاي تشوفون هاي الزوائد المنة ما نحتاجهن. هاي المناية وهذين ايش راح نسوي؟ بالتورش نحمي بس مجرد تعطيه نار. هي هم حيثبت الاسنان وهم حيروحن، بس دير بالكم لا تحرقون الاسنان لان الاكريليك يموع بالحرارة. هاي همين الابر. خلصنا منه. نجي على ذن همين مال لور، مجرد بس اشيل الواكس الزايد اللي ما احتاج. هاي اخلص من عنده. هاي اللثة صارت زايدة، ليش تنقص عليها؟ شيلها ما تحتاجها. هاي شوف اوفر بايت، اوفر جيت، كناين. تبقى لنا الكارفينج.